اسمي ندى، عمري 28 عاماً، وأم لطفل رائع اسمه يوسف. أنا من عائلة أولة الأمان المالي أهمية قصوى. عمل والدي طوال حياته ليضمن أنا وأمي وأختي ليلى ألا نعتمد على أحد أبداً. عندما تدهورت صحته، توقف عالمنا عند حده. أصبحنا محاصرين في دوامة من المستشفيات والعلاجات، رافضين الاستسلام حتى عندما فقد الأطباء الأمل. كان مرساة حياتنا، وكانت فكرة فقدانه لا تحتمل. في يومه الأخير استدعاني أنا وليلى إلى جانبه بجدية جعلت قلبي ينقبض. أخبرنا أنه اشترى لكل منا شقتين، واحدة للسكن والأخرى للتأجير لضمان مستقبلنا. كانت كلماته الأخيرة تحذيراً ألا ننقل ملكية أي شقة لأزواجنا تحت أي ظرف. قال: الناس بتتغير، والشيطان دايماً شاطر. بعد شهر رحل عنا. كان الحزن ثقيلاً على قلبي، وكافحت لأعود لحياتي الطبيعية من أجل ابني. في خضم هذه الظلمة بدأ زوجي كريم يتصرف بغرابة. قبل وفاة والدي كان كثير الانتقاد وشحيحاً، لكنه الآن أصبح الصورة المثالية للزوج الداعم. كان صبوراً حنوناً ولم يرفع صوته أبداً. للمرة الأولى في زواجي شعرت أنني مقدرة ومحترمة. بدأت أعتقد أن الحزن قربنا من بعض، وأنه بدأ يفهم قيمتي أخيراً. عندما بدأت أتعافى من حزني قررت أن أظهر امتناني. أعددت كل أطباقه المفضلة لأحتفل بهذه المرحلة الجديدة. دخل وراء المائدة وابتسم بحرارة قائلاً: إنه فخور بي لكوني قوية. احتضنني وشعرت بموجة من الحب والارتياح. أخبرته أنني لم أشعر أبداً بهذا التقدير من قبل، ثم تغير نبرته انسيابياً كالزيت. سألني: إذن يا حبيبتي، ما خطتك بخصوص الشقتين اللتين تركها والدك؟ خرج الهواء من غرفتي. تردد تحذير والدي الأخير في ذهني، لكنني تجاهلته واخترت أن أثق بالرجل الذي كان حنوناً معي. أخبرته بخطتي: أن أؤجرهما وأدخر المال في الذهب وأبني مستقبلاً معاً. تلاشى ابتسامته. لماذا لا نسكن في واحدة؟ اقترح، ونستخدم إيجار الأخرى لمصروفات المنزل. ترددت واقترحت أن نستثمر المال في مشروع تجاري لتحقيق مكسب طويل الأجل. عارضني مطالباً بنصف إيجار الشقتين فقط لتغطية نفقاتنا الحالية. حدقت به، وفي تلك اللحظة رأيت القناع يسقط. الزوج الحنون قد اختفى. في مكانه كان الرجل الجشع نفسه، يخفي نواياه الآن خلف قناع من التعاطف المزيف. لم تكن وصية والدي مجرد شك، بل كانت نبوءة. عندها نظر إلي كريم بعينين باردتين قاسيتين وقال: إذن هذه حقيقتك؟ عايزة تحوشي على حسابي؟ كلماته كانت كالصفعة، لكن الضربة الحقيقية كانت رؤية وجهه الحقيقي مجدداً. لم أتشاجر أو أتوسل، بقيت هادئة، لكن عاصفة كانت تحتدم بداخلي. بعد بضعة أيام اتصلت بي أختي ليلى بخبر مرعب. شخص ما استأجر الشقتين من تحت إيدينا. ومن الذي وقع عقد الإيجار؟ زوجي نفسه. لقد استولى على الأمر بيديه، مجبراً إياي على العيش تحت سيطرته. عندما عاد إلى المنزل بعد أسبوعين من الاختفاء، تحولت معاملته لي إلى قسوة. قطع عني كل مصروفات البيت، تاركاً إياي أتوسل. لكن الأسوأ كان قادماً، لأنه لم ينتهي من معاقبتي، لأن والدي أمن لي مستقبلاً. كانت لديه خطة نهائية وحشية لتحطيمي تماماً. قسوة كريم بعد أن استأجر شقتي كانت مدروسة. جوعني مالياً، وكان يراني أعاني لأوفري ليوسف ولنفسي لقمة العيش. عندما طلبت منه نقوداً للاحتياجات الأساسية، ابتكر قائلاً: عندك شقتين يا مدام الست، روحي بيعي واحدة لو أنت محتاجة. كان يحاول إذلالي وإجباري على توقيع ملكية شقتي له مقابل السلام. تمسكت بموقفي متذكرة كلمات والدي، لكن الضغط كان لا يحتمل. كنت أمشي على قشر البيض في منزلي، ثم بعد أسبوعين من الصمت والتوتر
جاء إلى المنزل ذات مساء ومعه امرأة غريبة. كانت ترتدي عباءة بالية وتحمل كيساً بلاستيكي به أغراضها، وعيناها تتجولان في منزلنا بخليط من الخوف والتحدي. وقف كريم عند الباب، صدره منتفخاً بفخر متعجرف. نظر إلي ينتظر انفجاري، ينتظر دموعي. بدلاً من ذلك، وقفت بهدوء بينما أعلن: ندى، تعرفي على شروق، زوجتي الجديدة. تزوجتها على سنة الله ورسولها. هي الآن شريكة في هذا البيت. توقف منتظراً ردة فعلي، وابتسامة مريضة ترتسم على شفتيه. لها الحق الكامل في المكان. تابع متحدثاً إلي كما لو كنت خادمة. لو احتاجت أي شيء تطلب مني أنا. وندى، أضاف بصوت منخفض، تذكري، لو عملت مشاكل ليس لديك مكان تذهبين إليه. كان متأكداً تماماً من أنه حطمني. ظن أنني سأنهار أو أصرخ أو أبكي. كان يتوقع مشهداً يبرر أفعاله في عقله. بدلاً من ذلك، أخذت نفساً عميقاً ونظرت إلى المرأة المذهولة وابتسمت. أهلاً بك يا شروق، قلت بصوت هادئ ودافئ. تفضلي، بيتك بيتك. هذا منزلك الآن أيضاً. رأيت الرضا المتباهي يختفي من وجه كريم ليحل محله الصدمة. لم يكن هذا رد الفعل الذي دبره. شروق، التي كانت تتوقع معركة، بدت مرتبكة أيضاً. تمتم بضع كلمات وانسحب إلى غرفته، تاركاً إيانا امرأتين في غرفة المعيشة. ظن أنه انتصر بإحضار امرأة أخرى إلى منزلي، لكنه أعطاني للتو مفتاح حريتي. نظرت إلى شروق ليس كمنافسة، بل كشريكتي الجديدة. مقطع تشويقي. حاولت شروق بدافع من أكاذيب كريم أن تخيفني فوراً. نظرت إلي من رأسي إلى قدمي بكل كراهية، وحذرتني ألا أفكر في التعدي عليها. لكني ابتسمت مجدداً. سألتها: إمتى تجوزك؟ أداكي إيه مهر؟ ده الخاتم اللي في إيدك أصلي؟ شحب وجهها. رأيت الشك يتسلل إلى عينيها. في تلك اللحظة أدركت أن كريم فعل بها ما حاول فعله بي. وعدها بالدنيا ولم يعطها شيئاً سوى لقب فارغ. المنافسة التي أرادها لن تحدث أبداً. رأيت ضحية وليست عدواً. في الأيام التالية، بينما كان كريم يراقبنا منتظراً شجاراً، قمت بما لا يمكن تخيله. بدأت أعامل شروقاً بلطف. طبخت لها، أعطيتها ملابس نظيفة، واستمعت إلى قصتها. وعندما غادر كريم للعمل في أحد الأيام، سألتها السؤال الذي سيضع خطتنا موضع التنفيذ: هل تريدين أن تعيشي حياتك كلها كأداة لانتقام رجل؟ أم تريدين أن تؤمني مستقبلك؟ انهارت واجهة شروق القوية عندما عاملتها بإنسانية بسيطة. اعترفت لي بأنها يتيمة، كانت تعيش في غرفة تحت سلم، تبيع الخضار على منديل لتسد رمقها. وجدها كريم ووعدها بحياة كريمة، واستغل يأسها. ظنت أنها تتزوج منقذاً، لم تدرك أنها مجرد سلاح في حربه ضدي. قال لي: إنك ست أنانية وهمك الفلوس. همست والدموع في عينيها. قال: إني أستحق ده. أريتها يدي الخاليتين من أي ذهب أعطاه إياه كريم، وأخبرتها الحقيقة. هو أيضاً لم يوفر لها شيئاً. كنا امرأتين محاصرتين بنفس الرجل. أخبرتها أنني لا ألومها، بل ألومه هو لاستخدامه دين الله كغطاء لجشعه. عندما رأيت الشك في عينيها، عرضت عليها صفقة. ستساعدني في تأمين حقوقي، وفي المقابل سأساعدها في الحصول على حقوقها. كنت قد أرسلت ابني وكل أغراضي الثمينة إلى بيت أختي. كنت مستعدة للمغادرة، لكنني لن أترك خالية الوفاض. كنت سأرحل بطلاقي وبملكية شقتي سليمة. وافقت شروق، التي رأت طريقاً لأمان حقيقي بدلاً من أن تكون مجرد بيادق. كانت خطتنا بسيطة: سنعطي كريم الحرب التي يريدها، ولكن بشروطنا. أمامه سنكون الصورة النمطية للضرات المتخاصمتين. سأتصرف وكأنني محطمة ومهزومة، مما يغذي غروره، بينما ستلعب هي دور العروس المتطلبة.
كل يوم كانت تطلب منه أشياء: مالاً لملابس جديدة، أثاثاً جديداً، سواراً ذهب. وكل يوم أمامي كان يوافق فقط ليكيدني. لقد أحب رؤية معاناتي وهو ينعم عليها بما حرمني إياه. في داخله كان يعاني لأنه كان ينفق مالاً لم يكن ينوي إنفاقه أبداً، لكن كبرياءه لم يكن يسمح له برفضها أمامي. كلما زاد إنفاقه كنت أوثق كل شيء: الإهانة، الحرمان، أدلة تعسفه المالي والنفسي. كنت أبني قضيتي للطلاق للضرر، القضية التي كنت أعرف أنني سأربحها. شروق التي كانت تؤدي دورها بإتقان بدأت تطلب مهراً مناسباً، هدية زواج حقيقية. كان لا يقدر بثمن التعبير على وجه كريم عندما أصرت عليه وأنا أنظر. مقطع تشويقي: في إحدى الأمسيات دفعته شروق إلى حافة الهاوية. طلبت منه أن يشتري لها طقم ذهب كامل قائلة: إنه من العار أن تكون امرأة متزوجة ولا تملك شيئاً. كريم الذي تشنج فكه غضباً ولكن غروره على المحك وافق. في اليوم التالي أحضر لها أساور مطلية بالذهب رخيصة الثمن. في اللحظة التي أعطاها إياها عرفت أن هذه إشارتي. في صباح اليوم التالي حزمت آخر أغراضي بينما كان في العمل. نظرت إلي شروق وكان بيننا تفاهم صامت. لم أغادر بغضب أو دموع. خرجت ببساطة من الباب بكرامتي وبملف الأدلة الذي جمعته. ذهبت مباشرة إلى شقتي، تلك التي حاول جاهداً سرقتها، ورفعت دعوى طلاق. لكن كريم بغروره لم يحاول حتى منعي. ظن أنه فاز. لديه زوجته الجديدة وأنا الزوجة الأولى المريرة التي هربت. لم يكن لديه أدنى فكرة أنه بينما كان يحتفل بنصره الوهمي كانت العقوبة الحقيقية قد بدأت للتو، وكانت قادمة من الشخص الذي وثق به أقل من غيره. طلاقي من كريم كان سريعاً بالأدلة التي جمعتها: تعسفه المالي، وإهانته لي بإحضار امرأة أخرى إلى منزلي، ووصية والدي التي تحمي ممتلكاتي. حكم القاضي لصالحي. استعدت شقتي وحصلت على حضانة يوسف الكاملة وحريتي. كريم المتعجرف والغاضب جداً لم يحضر حتى جلسة النطق بالحكم. أرسل رسالة عبر محاميه يقول فيها إنني امرأة صعبة وسعيد بالتخلص منها. لم أهتم. كنت حرة أخيراً من تقليله من شأني وجشعه المستمر. انتقلت إلى إحدى شقتي، مكان مليء بالسلام والأمان ليوسف ولي. بدأت بتأجير الشقة الثانية كما تمنى والدي. استخدمت المال لبدء مشروع صغير عبر الإنترنت، أبني مستقبلاً لابني بيدي. الأشهر التالية كانت الأكثر سلاماً في حياتي البالغة. وصلتني شائعات بأن كريم يعاني. شروق التي لم تعد بحاجة إلى التمثيل تخلت عن شخصيتها الخاضعة. كانت الآن الزوجة الوحيدة، وكانت مصممة على الحصول على ما وعدت به. كانت شروق نفسها من اتصلت بي بعد بضعة أشهر. صوتها كان مختلفاً، أقوى وأكثر ثقة. أخبرتني بكل شيء بعد رحيلي. لعبت دور الزوجة المثالية المحبة لمدة أسبوع واحد بالضبط، ثم أجلسته وشرحت له واقعهم الجديد. لقد تعلمت مني وثقت كل الوعود التي قطعها وكل إنفاقه وتصرفاته. أخبرته: أنت جبتني من الشارع، بتعتقد إني مش عارفة أتخانق؟ لم تكن خائفة من غضبه أو تهديداته. لقد كانت تكافح من أجل البقاء طوال حياتها. بدأت تطلب مطالب معقولة في البداية، ثم أكثر: منزلاً حقيقياً، مصروفاً ثابتاً. وعندما تردد هددت برفع قضيتها الخاصة، وكشف كيف استغل فقرها ليستغلها. كريم المتنمر قابل أخيراً شخصاً لا يمكن تخويفه. لأول مرة في حياته شعر بالخوف. دفع لها مطالبها، ليس عن حب بل خوفاً من الفضيحة والعار. مقطع تشويقي: ثم أخبرتني شروق الجزء الذي جعلني أضحك بصوت عال لأول مرة منذ سنوات. أخبرتني أنها حامل. لقد خططت لذلك. مع طفل
قالت: لن أكون مجرد زوجته، سأكون أم ولده. لن أعود أبداً إلى الشارع. لقد حولت لعبته ضده، استخدمها لإيذائي، واستخدمته هي لتأمين مستقبلها. تعلمت كيف تديره بمبدأ بسيط: من عاش بالسيف يموت بالسيف. كريم الذي حاول التحكم بي بالمال والخوف كان الآن تحت سيطرة امرأة ظن أنه أنقذها. أخبرتني أنه أصبح الآن خائفاً من قولي لا لها، خائفاً من المشهد الذي ستحدثه، خائفاً من العار في حيهم. انتصاري لم يكن فقط في الرحيل، كان في رؤية الكون يقدم العدالة بأكمل صورة. الظالم وجد من يناسبه، وكان ذلك الشخص هو أكثر من توقع. قصتي انتهت، لكن قصتها بدأت للتو، وفيها وجدت الإغلاق الذي لم أكن أعرف أنني بحاجة إليه. عندما أنهيت المكالمة مع شروق، جلست صامتة لوقت طويل. لم أكن سعيدة بوضع كريم بطريقة انتقامية، كنت ببساطة راضية. الكون لديه طريقة خاصة لتحقيق التوازن. لقد حاول تحطيمي باستخدام امرأة أخرى، وتلك المرأة نفسها أصبحت أداة سقوطه. شروق التي كان من المفترض أن تكون بديلي وإذلالي أصبحت حليفتي، وبطريقة غريبة منتقمتي. لم تفعل ذلك لأجلي بالطبع، فعلته لنفسها، لبقائها، لكن النتيجة كانت واحدة. الرجل الذي يقدر المال فوق كل شيء أجبر على إنفاقه على مطالب لا يستطيع رفضها. الرجل الذي يفخر بكونه مسيطراً كان يعيش في منزل أصبح هو المدار فيه. لم يستطع تخويف شروق، لقد نجت من مشقة حقيقية. طغيانه الصغير كان لا شيء مقارنة بالحياة التي عاشتها. في النهاية، زواجه الثاني الذي كان meant to be عقاباً لي أصبح سجنه الخاص. أخذت هذا السلام وبنيت عليه حياتي. ابني يوسف يزدهر، لم يعد معرضاً للتوتر والمشاحنات التي ابتليت بها منزلنا القديم. أنا وأختي ليلى أصبحنا أكثر تقارباً، ندعم والدنا كما أراد والدنا. نما مشروعي ببطء ولكن بثبات، وكل مرة أتسلم فيها إيجار شقتي الثانية أشكر والدي بصمت على بعد نظره. لقد رأى ما لم أستطع رؤيته في ذلك الوقت، أن الاستقلال المالي هو الأمان الحقيقي الوحيد. حاول كريم التواصل معي مرة واحدة بعد الطلاق ببضعة أشهر. أرسل رسالة عبر صديق مشترك يقول إنه أخطأ ويريد إصلاح الأمور من أجل ابننا. كانت الرسالة تنضح باليأس. عرفت دون أدنى شك أن شروق ربما قدمت طلباً جديداً، وكان يبحث عن مخرج أو عن مصدر مال آخر. لم أرد حتى. هذا الفصل من حياتي مغلق، ليس فقط مطوياً، بل مختوم بإحكام. بعض الأبواب من الأفضل أن تبقى مغلقة، والدرس الذي تعلمته منها يساوي أكثر من أي فرصة ثانية. لذا ها أنا اليوم أشارك قصتي، ليس من أجل الشفقة أو الدراما، بل كتذكير. الأشخاص الذين يحاولون تحطيمك بالقسوة غالباً ما يقللون من قوتك، والأهم من ذلك يقللون من شأن الكون. الظالم دائماً يجد من هو محصن ضد طغيانه. ظن كريم أنه ذكي باستخدام شروق لإذلالي، وبدلاً من ذلك جلب إلى حياته امرأة بنتها الشوارع التي هدد بإرسالي إليها. لم تكن خائفة منه، لأنها واجهت ما هو أسوأ بكثير. كان انتقامي ليس في الصراخ أو القتال، كان في الرحيل بكرامتي وممتلكاتي وابني. وكانت العدالة القصوى أن أراه يعيش في خوف من السلاح الذي خلقه بنفسه. كان والدي دائماً يقول: الظالم دائماً حيلاقي اللي يهده. لم أفهم هذا حقاً حتى الآن. إذا كنت في مكان تشعرين فيه بالحصار أو الإهانة، تذكري، صمتك يمكن أن يكون قوتك، وخروجك هو سلطتك. كريم الآن يعيش حياة لم يردها أبداً. يتحكم فيه امرأة ظن أنه يستطيع استغلالها، بينما أعيش أنا في سلام بنيته بيدي. العدالة لا تأتي دائماً بالشكل الذي نتوقعه، لكنها تأتي دائماً. أخبروني في التعليقات،
هل كانت طريقة شروق عدالة أم بقاء؟ وهل كنت ستمتلكين الصبر لانتظار هذه النهاية؟